طيب الله أوقاتكم سيداتي وسادتي أينما كنتم بكل خير. إلى حضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية المستهل بالعناوين. إصابة 29 مواطنا بفيروس كورونا. تزايد نسبة الأمراض غير المعدية في شمال البحر الأحمر. تجميع القرى في هبرو يسهم في التطور. غوتيريس يقرر تشكيل فريق لمكافحة المجاعات وتعبئة الدعم لمواجهتها. محادثات تركيا روسيا قطرية لبحث حل سياسي دائم في سوريا. وحرائق الغابات تجتاح غابات الأرجنتين وإجلاء العشرات. السلام عليكم ورحمة الله. أكدت الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 12 من مارس في مراكز العزل في أقاليم شمال البحر الأحمر والأوسط والقاشبركة إصابة 29 مواطنا بفيروس كورونا. أصيب 10 من هؤلاء في إقليم شمال البحر الأحمر، 8 منهم في مصوع و2 في أمهاميمي، ووجدت 17 حالة إصابة في أسمرة في الإقليم الأوسط، وإصابتان في أديبرة بإقليم القاشبركة. في غضون ذلك شفي 39 مصابا بكورونا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات، 33 في الإقليم الأوسط و6 في إقليم شمال البحر الأحمر. بهذا بلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 3038 حالة، شفي منها 2631 ووفاة 7 مرضى، فيما لا يزال 400 مصاب بكورونا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 12 من مارس 2021. أعلن مكتب وزارة الصحة في إقليم شمال البحر الأحمر تزايد الأمراض غير المعدية في الإقليم. وأوضح مسؤول ومنسق أنشطة السيطرة على الأمراض غير المعدية سيد فسحية قرقيس إن نسبة المرضى القادمين للمستشفيات بالأمراض غير المعدية في السنوات ال5 الماضية بلغت حوالي 65%. وقال إن العمل جار للتعرف على الأوضاع الصحية لجميع المرضى القادمين إلى المستشفيات البالغ أعمارهم فوق 40 للحد من هذا الوضع وتأثيراته. وذكر إن القسم يعمل للسيطرة على الأمراض الأساسية المزمنة غير المعدية مثل السكري وضغط الدم والقلب والصحة العقلية وأمراض الرأس ومكافحة العامة والجروح والإعاقة. وهذه الأمراض بطبيعتها تتسبب في العامة والإعاقة، لذلك يعملون لعلاجها ومكافحتها. وأشار إلى تنظيم دورات تدريبية للسيطرة على الأمراض المزمنة الأساسية ورفع قدرات العلاج. قالت خبيرة الصحة العقلية الشابة بالسراد قبر ميكائيل إن الأمراض العقلية يمكن علاجها وتحسنها إذا وجدت الرعاية العاجلة، داعية المجتمع للقدوم إلى المستشفى في حال ظهور تغيير في طبيعة الإنسان، والابتعاد عن العلاج الشعبي وتناول الأدوية التي يقررها الطبيب. هذا ويوجد في إقليم شمال البحر الأحمر أكثر من 3000 من مرضى ضغط الدم ويتناولون الدواء المنتظم بمراجعة المؤسسات الصحية، وأكثر من 2500 مريض بالسكري، وأكثر من 917 مسجلين بمرض أزمة التنفس. قال مدير مديرية هبرو السيد فتوي قبر مسقل إن تجميع القرى مهد لإرساء الخدمات الاجتماعية. وأوضح إرساء مؤسسات التعليم والصحة ومشاريع المياه والخدمات الأخرى بفضل تجمع السكان، وساهم ذلك في تطور المنطقة والسكان. وذكر بناء مركز صحي و3 عيادات في المجال الصحي و33 مدرسة، 13 روضة للأطفال و10 مدارس ابتدائية و8 متوسطة ومدرستين ثانويتين. وقد ساهمت هذه الخدمات على تسيير السكان لحياة مستقرة.
وأشار إلى حصول ضواحي فلفلة وغلتة وقارعوبل وعريتاي على خدمات الكهرباء وخدمات الهاتف الجوال والهاتف الثابت اللاسلكي في بعض أجزاء المديرية، ووضع الخريطة السكنية لقرى فلفلة وهبر صعدة وعريتاي. وأشار إلى ارتباط جميع الضواحي باستثناء أفعيون بالطرق الفرعية، غير أن تضاريس الجبال والأودية الجبلية التي تكثر في المديرية تسبب انجراف الطرق في موسم الأمطار وتعيق المواصلات، داعيا القرى التي لم تتجمع بعد للتجمع للحصول على الخدمات الاجتماعية عن قرب. أعلن الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية أفعبت تنفيذ برامج فاعلة لتمكين المرأة وتحسين حياتها المعيشية. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة فاطمة حامد أن 60 امرأة ينشطن في الزراعة في ضاحية نارو أنس قدم لهن دعم بأدوات العمل وقد حققن تطورا جيدا. وذكرت تدريب المرأة في ضاحية فلكت بالتطريز، وإن برنامج تدريب المرأة متواصل لنتائجه المشجعة. وقال مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب في مناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة إن تطوير قدرات المرأة ليست مهمة الاتحاد الوطني للمرأة فحسب، بل جميع قطاعات المجتمع، وستقوم إدارته بالتعاون حسب قدراتها. يقوم سكان ضواحي دعر كنعات مايلافو وعد عخيلو وسمومو في مديرية عد خالة بأنشطة نفير لحماية التربة وحفظ المياه وصيانة الطرق بالعمل ل3 أيام في الأسبوع. وأوضح مسؤول التنمية الاقتصادية في المديرية السيد برهان ولد سلاسي أن سكان ضاحية دعر كنعات عد خوتيو قاموا بصيانة طريق ترابي جرفته السيول، بينما يقوم سكان الضواحي الثلاث ببناء المدرجات والحواجز المائية في الأماكن الزراعية. وأفاد خبير حماية التربة وحفظ المياه السيد سمرة قبل مدهن إن أنشطة حماية التربة وحفظ المياه المنفذة سابقا تظهر فوائدها على الأرض. من ناحية ثانية قام سكان مديريات ماي منه وصرونة وماي عيني وعد قيح وعد خالة بنفير مماثل بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بتشكيل فريق عمل بهدف منع المجاعات وتعبئة الدعم للبلدان الأكثر تضررا، فيما حث مجلس الأمن على دعم ذلك الفريق. جاء ذلك خلال نقاش مفتوح عبر دائرة تلفزيونية لمجلس الأمن الدولي بشأن الصراع والأمن الغذائي في العالم. وقال غوتيريس إنه قرر تشكيل فريق عمل رفيع المستوى برئاسة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومفوضية الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك بهدف منع المجاعات وتعبئة الدعم للبلدان الأكثر تضررا. وحث غوتيريس أعضاء مجلس الأمن على دعم الفريق بكل الطرق الممكنة وبذل كل ما في وسعهم لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المجاعة. وأشار إلى أن أكثر من 88 مليون شخص عانوا من الجوع الحاد العام الماضي، بزيادة 20% عن العام الذي سبقه، محذرا من أن التوقعات لعام 2021 تشير إلى استمرار هذا الاتجاه المخيف. عقد وزراء خارجية قطر وتركيا وروسيا الخميس اجتماعا تركز حول الوضع في سوريا والدعوة إلى حل سياسي للصراع المستمر منذ 10 سنوات. وفي ختام هذه المحادثات أعلن وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو أن تركيا وروسيا وقطر تبذل محاولة مشتركة للدعوة إلى حل سياسي للصراع في سوريا. وتابع أن الوزراء الثلاثة أكدوا في اجتماعهم أن الحل الوحيد للصراع الذي راح ضحيته مئات الآلاف وتشرد بسببه الملايين هو تسوية سياسية تتماشى مع قرارات الأمم المتحدة.
من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الدول الثلاث لا تسعى لطرح بديل للجهود التي تبذلها روسيا وتركيا وإيران منذ عام 2017 للحد من القتال في سوريا ومناقشة حل سياسي. يذكر أن تركيا وقطر دعمتا مقاتلين سعوا للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، بينما قدمت موسكو دعما عسكريا ساعد الأسد في استعادة السيطرة على معظم أنحاء البلاد. أصيب 7 أشخاص بجروح وفقد 15 جراء حرائق غابات اجتاحت منطقة باتاجونيا الأرجنتينية وفق مصادر رسمية، وتم إجلاء نحو 200 شخص فيما تضرر 100 منزل جراء الحريق. وقال وزير البيئة خوان كاباندي في مؤتمر صحفي: سأتقدم بشكوى جنائية لأن الحريق كان مفتعلا. بدوره كتب الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز على وسائل التواصل الاجتماعي أن السلطات أرسلت مروحيتين و3 طائرات لإطفاء الحرائق و12 سيارة إطفاء ومركبات دعم و62 عنصر إطفاء للتعامل مع الحرائق. وأكدت بلدية لاغو بولو في محافظة تشوبوت أن 7 أشخاص أصيبوا بجروح، حالة أحدهم خطيرة، وتم إجلاء 200 شخص من المدينة. أما رئيس بلدية لاغو بويلو أوغوستو سانشيز فأشار إلى أنه حريق بدأ داخل غابة، حيث سمحت الظروف القاسية باتساع رقعته. وأتت حرائق في الأرجنتين العام الماضي على عشرات آلاف الهكتارات من الغابات. يبحث العلماء اليابانيون في كيفية غيام نوعين محليين من الرخويات البحرية بإعادة نمو أجسادها بالكامل حتى بعد انفصالها عن قلوبها. ومن المعروف أن بعض الحيوانات قادرة على تجديد أطرافها، لكن العلماء يقولون إن قدرة حلزون البزاق كبيرة على إعادة نمو جسمه بالكامل انطلاقا من رأسه. وتظهر الرخويات البحرية اليابانية كيف يمكنها العيش على الرغم من فصل رأسها عن باقي أعضاء جسمها. ويعتقد الباحثون أن ما يحدث بعد قطع الرأس هو أن نوعا منها يتصرف مثل النبات، حيث يحول الظل الأخضر إلى طاقته من الأكسجين وضوء الشمس، وأن هذا النوع ربما طور القدرة على التجدد لمحاربة الطفيليات في الجسم. سيداتي سادتي، انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإلكترونية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.